عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حياة. اهلا بكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بكم في اي مكان وفي كل مكان، وجودكم نورني ومشرفني وكلكم على راسي من فوق. النهارده ان شاء الله باذن ربنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، بس قبل ما ابدا عايزاك كلكم تصلوا على رسول الله وتكتبوا اي حاجة فيها ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وعشان القعدة بتاعتنا ناخد فيها حسنات. ويلا بينا كده ونبدا الفيديو. كمان بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك حلو كده تحت الفيديو، عشان اللايك بيعمل ايه؟ بيرفع الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، فالكل يستفيد بالمعلومه. كمان دعم منك ليا. تعالي هنا، وانت ناسيه بقى تدعميني ولا ايه؟ وانا بنيجي نديكي المعلومات كده وانت جايه تاخديها ومش عايزه تدوسي كده على شويه الزراير اللي حواليا. لا يا حبيبتي، دوسي كده وخليكي صاحيه كده مفوقه معانا. امال ايه؟ المهم النهارده انا جايه اقول لكم عن معلومه مهمه جدا جدا، بس قبل ما ابدا عايزاكم كلكم تدعموا القناه دي. قناه اختي تمام، بتنزل طبخ ووصفات اكل واسعار المواد الغذائيه اللي هي المخفضه، او الاسعار اللي ممكن تستبدلي ايه بايه تمام في المواد الغذائيه وتكون اسعاره كويسه. بتنزل اكلات رهيبه جدا. بصوا نفسها بقى يا جماعه في الاكل، بتطبخ من وهي في تانية ابتدائي. يعني نفسها في الاكل مش عايزه اقول لكم مفيش بعد كده. يعني بصوا امي كانت بتسيبها في المطبخ 24 ساعه، فطار وغدا وعشاء. كانت هي الشيف الشربيني عندنا، تقدروا تقولوا كده. كانت هي كده الشغاله الفلبينيه بتاعتنا، ماشي. فبتعمل اكلات جامده جامده جامده. فانا عايزاكم كلكم بقى تشجعوها، تدخلوا على القناه بتاعتها وتشجعوها وتقولوا ان احنا من عند ساره، وتحطوا لها لايكات بقى واشتراكات، وتدوسوا على الزرار الاحمر عندها وتفعلوا الجرس وتابعوها. بجد مش هتندموا، وزي ما انتم مش بتندموا هنا في القناه مش هتندموا عندها خالص. بجد هتفيدكم جدا، لان قناتها مفيده. يعني انا شخصيا بتعلم منها، يعني انا اختها الاكبر منها وبتعلم منها والله. يعني هي بجد في الاكل نفسها حلو جدا ما شاء الله عليها تمام. فشجعوها. في تعليق مثبت تحت الفيديو هتلاقوا لينك القناه بتاعتها، وادخلوا شوفوا الفيديوهات بتاعتها والطبخات الحلوه بتاعتها وجربوها عندكم ان شاء الله وهتنفعكم باذن الله. طيب يلا بينا كده في الفيديو بتاع النهارده. احنا هنتكلم عن علامات، حاجات معينه لو عملتيها اثناء الدوره هتساعدك على حدوث الحمل. خليكي معايا، هقولهم كلهم ورا بعض، خطوات معينه وحاجات معينه كده، تريكات كده من بتاعه اهالينا بتوع زمان بقى والناس بتوع زمان، بس هتنفعك جدا. اول حاجه انا حابه ان انا اقولها لكم، ان انت اول ما تجيلك الدوره الشهريه عايزاكي تعملي حاجه مهمه جدا. وده ممكن يكون يعني في ناس كتير ما هتقولي ازاي كده، بس انا بجد عايزاكي تعملي الحته دي. عايزاكي ان انت اول ما تجيلك الدوره الشهريه تملي البانيو عندك ميه تكون فتره، او ميه تكون سخنه تمام، بس السخنه اللي هو تستحمليها، وتحطي فيها كيس ملح خشن تمام، وتحطي فيها خل وكيس ملح خشن، تحطيهم في الميه دي اول ما تجيلك الدوره. وعايزاكي تقعدي في الميه دي لمده 10 دقايق وتقومي منها، ما تنشفيش نفسك وتلبسي هدومك. دي اول حاجه. هتقولي طب ليه؟ اولا كان الناس بتوع زمان كان اما بتيجي واحده تتاخر في الحمل كان يقولها استحمي بميه وملح خشن اثناء الدوره نفسها، عشان لو عندها اي عكوسات، او عندها لا قدر الله مشاهره، او عندها لا قدر الله حاجه منع الحمل، او عندها نظره، او عندها اعمال حد عامل لها عمل في الرحم. يعني في حاجات كتير، في مس، في عوارض، في تبعه، في ممكن تكوني مثلا عندك كبسه، مشاهره، حاجات من دي. فهم كان لهم معتقدات كده معينه. فعشان كده بقول لك تعملي الحركه دي، مش هتكلفك اي حاجه غير كيس ملح وشويه خل من عندك تمام، ولكن هتفرق معاكي جدا 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 في فك اي عكوسات ممكن تاخر معاكي الحمل. تاني حاجه انا عايزاكي تعمليها اثناء ما بتجيلك الدوره الشهريه، عايزاكي تاخدي مشروبات سخنه، مشروبات دافيه سخنه، زي ايه؟ الحلبه، ودي اولهم. طب اشمعنى الحلبه؟ بس خلي بالك من نقطه معينه، لو عندك هرمون اللبن عالي ابعدي عن الحلبه حلبه. وسبحان الله، يعني هم زمان كانوا لما يجيلهم شويه مغص في الدوره كانوا بياخدوا الحلبه. سمعتوا ناس كتير كان بيحصل لها تاخر في الحمل او حاجات من دي، كانوا يغلوا شويه الحلبه وياخدوهم تمام. فالحلبه حلبه، يعني الحلبه بتساعدك على الحمل والولاده والحاجات دي. فكوبايه من الحلبه او كوبايتين يوميا من اول ما تجيلك الدوره الشهريه، صدقيني حاجه بتاعت زمان ومن ناس البركه، بس هتفرق معاكي جدا 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 وهتساعدك على حدوث الحمل. يلا بينا نشوف الحاجه اللي بعدها.
تالت حاجه انا عايزاكي تعمليها اثناء ما تجيلك الدوره الشهريه وهتساعدك على حدوث الحمل، ان انت هتجيبي شويه زيت زيتون او شويه زيت عادي. هما زمان كانوا بيستخدموا الزيت العادي، تمام؟ وهتجيبي شويه الزيت او زيت الزيتون دول وهتدفيهم على النار وتدهني اسفل البطن وعند منطقه المبيض الايمن والمبيض الايسر. هتساعدك ان انت لو عندك هواء وبرد في الرحم، هتساعدك ان تتخلصي من هواء وبرد الرحم، فبالتالي يحصل معاكي حمل بسرعه ان شاء الله لو كان ده سبب تاخر الحمل معاكي. طيب نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده. زي ما قلت لك تشربي الحلبه، عايزاكي تشربي البردقوش والمرميه. دول بيعملوا ايه يا ساره؟ دول بينظموا الهرمونات اللي في الجسم. عندي هرمون مرتفع بينزلوه، عندي هرمون منخفض بيعلوه شويه. اللي هو بينظم الهرمونات، مش بيعليها ولا بيوطيها، لا بينظمها، بيخلي تركيبه الهرمونات في الجسم مظبوطه، عشان اي خلل فيها ممكن ياخر معاكي الحمل. فبالتالي لما الهرمونات تكون مظبوطه ده يحصل معاكي حمل بسرعه. ودي نقطه برضو عايزاكي تعمليها، ان انت تبداي ان انت تشربي مشروب المرميه والبردقوش عشان ينظموا معاكي الهرمونات ويحصل معاكي حمل بسرعه. الحاجه اللي بعد كده اللي عايزاكي تعمليها، ان انت اول ما تطهري من الدوره الشهريه تعملي وصفه الشيح والبصله. طيب زمان كانوا بيعملوها زي طيب نعمل ازاي بقى وصفه الشيح والبصله؟ اولا زمان كانوا بيعملوها زي اللبوسه ازاي؟ ان هما بيجيبوها، تمام، بيجيبوا شويه شيح يشيلوا منه العقاد ويبداوا ان هما يدقوه مع البصله دي بيكونوا شويينها الاول على النار، تمام، ويدقوها مع البصله. فانت المفروض ان انت هتجيبيها، وتمام بعد ما تجيبيها هتدقيها، تمام، وهتيجي جايه حطاها في اي فانيلا عندك، فانيلا مثلا بتاعت زوجك بيضه كده قديمه، ماشي، هتيجي واخداها وعاملاها زي البوسه وسايبه منها طرف من تحت وحطاها في فتحه المهبل كده، تمام. المفروض بعد ما بتحطيها في فتحه المهبل دي بتسيبيها مثلا لمده 6 أو 7 ساعات وبعد كده تشديها وخلاص على كده. طيب في طريقه تانية اسهل، ان انت تجيبي البصله وتبشريها وتغليها مع شويه شيح، وتاخدي الميه بعد ما تصفيها وتاخدي الميه بتاعتها باي مبسم او حاجه تعملي بيها تشطيف مهبلي داخلي او سرنجه، تمام، وتيجي واخداها وعامله تشطيف مهبلي داخلي. الوصفه دي حلوه جدا 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 وهتساعدك على حدوث الحمل بعد الدوره الشهريه. وانا اعرف ناس كان عندها انسداد في الانابيب، واعرف ناس كانت متاخره بدون اي اسباب وعملوها وحصل معاهم حمل. بكده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، وحبيت ان اقول لكم المعلومات دي. يا رب اكون افدتكم، اكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون بقدر اساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتوا بتحبوها يا احلى واغلى اخوات. ما تنسونيش مصالح دعائكم، لايك، شير، اشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اترككم في رعايه الله واترككم في